أهلا بكم في نباش التاريخ. في 12 نوفمبر سنة 1920 نشرت صحيفة The Jewish Monitor الأمريكية خبر تحت عنوان المجتمع اليهودي المحلي في ميونخ بيطالب بمساعدة ضد المذابح. بيقول الخبر إن المجتمع اليهودي المحلي في ميونخ بعت تفويض خاص للوزير البافاري الدكتور شفاير بيطلبوا منه حماية السكان اليهود في المدينة من معاداة السامية علشان بقى في خطر كبير بيهددهم في ولاية بافاريا. وقدم الوفد للوزير مقتطفات كتيرة من الخطب المعادية للسامية اللي دعت مباشرة للمذابح. وكمان اطلع الوزير على قضية الحاخام دكتور بيرولد اللي حضر اجتماع معادي للسامية وحاول يدافع عن الدين اليهودي، لكن المجتمعين أهانوه واليهود اللي كانوا مع الحاخام اتعرضوا للضرب وجرح بعضهم. وهنا الخبر بيقصد الاجتماع الخاص بالحزب النازي اللي نشرت أخباره في 20 أكتوبر سنة 1920 صحيفة دنفر جويش نيوز. بعد الاستماع للوفد أصدر الوزير أمر للشرطة للحفاظ على سيطرة أكثر صرامة على الاجتماعات المعادية للسامية والمتحدثين فيها. وفي نفس العدد من الصحيفة نشرت خبر بعنوان محاكمة صحيفة معادية للسامية في ميونخ. بيقول الخبر إن تم رفع دعوى تشهير جنائية في المحاكم المحلية من قبل الجالية اليهودية هنا ضد الصحيفة المعادية للسامية فولكشير بيوبختر، لأن الصحيفة نشرت بيان مفاده إن المجتمع اليهودي المحلي كان بيعرف عناوين القادة البلاشفة زي تولر وماكس ليفين ويوجين ليفين، ودول كانوا نظموا ثورة في بافاريا وهم حاليا هربانين من العدالة. وذكرت الصحيفة إن الشرطة طلبت العناوين منهم ولكن القادة رفضوا الاستجابة للطلب. في المحاكمة ثبت إن الاتهام ده عبارة عن كذبة خبيثة وتم تغريم كل من المحرر ومساعده 400 مارك ألماني أو 40 يوم في السجن. وأصبح معروف في المحاكمة إن مساعد رئيس التحرير اقترح إن هو يسلم لقادة المجتمع اليهودي كل وثائق التجريم مقابل مبالغ كبيرة من المال، ولكنهم رفضوا يدفعوا أي أموال ليه، وهيضطر حاليا إن هو يتحاكم بتهمة الابتزاز. بعد شهر من الخبر ده اشترى الحزب النازي الصحيفة الخاصة اللي اسمها فولكشير بيوبختر وبقت الجريدة الرسمية للحزب النازي. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.